في كلمات كده أول ما بتسمعها بتحس إنك داخل غرفة أسرار، ومن أشهر الكلمات دي البترودولار. في ناس تسمعها وفورا يتخيلوا إن أمريكا قعدت مع الخليج وقالت لهم من النهاردة النفط هيتباع بالدولار والعالم كله هيشتغل على مزاجنا. وفي ناس تانية بتقولك يا عم دي أسطورة إنترنت وخلاص. والحقيقة بقى إنه لا ده ولا ده. البترودولار مش خرافة كاملة ومش الجملة السحرية اللي بتفسر كل حاجة. صندوق الدولي نفسه عنده تعريف أبسط بكتير. الدولارات اللي الدول المصدرة للنفط بتكسبها وبعدين بتضخها تاني في الاقتصاد العالمي، إما بشراء سلع أو باستثمار في أصول خارجية. يعني البترودولار مش عملة جديدة ولا ورقة مطبوع عليها بترول، هو ببساطة فلوس النفط لما تبقى بالدولار وتمشي تحرك العالم. ولكن السؤال الحلو هو بقى ليه المصطلح ده بقى بالضخامة دي؟ وإزاي النفط فعلا ساعد الدولار إنه يفضل في القمة؟ وهل بقى في صفقة حقيقية ورا الحكاية ولا هي شبكة مصالح أكبر من أي ورقة؟ أهلا بيكم في حكاوي الرغايين. قبل البترودولار الدولار نفسه كان في أزمة. علشان نفهم بقى البترودولار لازم نرجع خطوة لورا. بعد الحرب العالمية الثانية العالم كان شغال بنظام اسمه بريتون وودز. العملات كلها مربوطة بالدولار والدولار نفسه مربوط بالذهب ومتسعر $35 للأونصة. بس مع الستينات بقى المشكلة بدأت تكبر. أمريكا طلعت عندها دولارات في الخارج أكتر من الذهب اللي بيغطيها، فالنظام بدأ يهتز. وفي أغسطس 1971 نيكسون قرر إنه يقطع ارتباط الذهب بالدولار خالص، وعملياً ده كانت نهاية بريتون وودز. يعني أمريكا دخلت السبعينات وهي عندها مشكلة حقيقية. الدولار مهم جداً للعالم ولكنه محتاج سند حقيقي بعد ما الذهب راح. وبعدها مباشرة جت أزمة النفط بتاعة حرب 1973. الأسعار طارت والدول المصدرة بدأت تجمع دولارات بالمليارات، وهنا بالظبط العالم كله بدأ يتكلم عن البترودولار وإعادة تدوير البترودولار. طب يعني إيه بقى إعادة تدوير البترودولار؟ دي أهم نقطة في الفيديو النهاردة، ركز معايا. ناس كتير لما بتسمع بترودولار بتفتكر إن معناها بس إن النفط هيتباع بالدولار، ولكن الصورة أكبر من كده بكتير. الدول النفطية لما بتكسب دولارات الفلوس دي مش بتفضل نايمة عندها، جزء منها بيروح لشراء سلع وخدمات من الخارج. طب والجزء التاني بيتحط في بنوك وسندات وأصول أجنبية. يعني الفلوس بترجع للعالم تاني علشان تتدور جواه، يعني ريسايكلينج. تخيلها كده بالمصري، العالم دفع فلوس ضخمة جدا على النفط، الفلوس راحت لمنتج النفط، المنتجين رجعوا ضخوها تاني في العالم، طيارات ومعدات وأسلحة واستثمارات وسندات. الفلوس ما اختفتش ولكنها غيرت مكانها بس. وده مهم جدا لأن البترودولار هنا مش مجرد موضوع نفط، ده موضوع تدفقات مالية عالمية. النفط كان ماكينة تسحب دولارات من العالم وتعيد توزيعها في النظام المالي الدولي. طب ليه الدولار بقى بالذات؟ بعد ما الذهب راح الدولار ما اختفاش، بالعكس ده فضل في القلب. والسبب هو النفط، أهم سلعة استراتيجية في العالم، وكان بيتسعر ويتداول بالدولار. وده خلق طلب عالمي مستمر على الدولار عند كل الدول اللي محتاجة طاقة. وتحليلات أتلانتيك كونسل بتوضح إن السعودية في السبعينات كانت بتاخد إيراداتها الدولارية وبتشتري بيها سندات خزانة أمريكية، وكل ده في إطار أمني ومالي أوسع ما بين واشنطن والرياض. يعني لو أنت دولة عايز تشتري نفط هتحتاج دولار، والدول النفطية بتاخد الدولار وبعدين بتشغله في السوق الأمريكي. وهنا الحلقة اكتملت. النفط بيطلب دولار والدولار يرجع لأمريكا في صورة استثمارات. طيب هل بقى كان في صفقة سرية يعني في الموضوع ده؟ أهو ده الجزء اللي كل الناس بتحبه واللي لازم يتقال ولكن بحذر. في 1974 اتأسست اللجنة الأمريكية السعودية المشتركة للتعاون الاقتصادي، وتقرير الGAO بيوضح إن دورها كان خبرة فنية أمريكية ومشروعات تنموية ممولة سعودياً، مع تركيز بقى على البنية التحتية ونقل التكنولوجيا. يعني المستند المتداول ده مش معاهدة سرية مكتوب فيها النفط يباع بالدولار، ولكن في نفس الوقت التحليل السياسي الأوسع بيقول إن العلاقة دي اتبنت على شبكة مصالح حقيقية. السعودية بتشتغل بالدولار في النظام الأمريكي، وأمريكا بتقدم مظلة أمنية وعسكرية للسعودية. يعني الخلاصة الذكية في ترتيبات ومصالح كبيرة ربطت الدولار بالنفط. بس لا،
دي مش مجرد ورقة سحرية غيرت العالم. طب ليه بقى البترو دولار كان مهم جدا لأمريكا بالشكل ده؟ لأن أمريكا وبعد 1971 كانت محتاجة سند حقيقي جديد لقوة الدولار. لما أسعار النفط ارتفعت ضخت كميات ضخمة جدا من الدولار عند المنتجين، وجزء منهم رجع في صورة أصول أمريكية، وده ساعد في تمويل العجز ودعم الطلب على الدولار، ورسخ مكانته بقى في التجارة والمال العالميين. وصندوق الدولي وقتها كان صريح جدا، قال لك المستوردين ركموا فواتير ضخمة والمصدرين ركموا دولارات أكتر مما يقدروا يستخدموه محليا. يعني البترو دولار بالنسبة لأمريكا مش مجرد مكسب شكلي، لا، ده كان جزء من طريقة الحفاظ على مكانة الدولار بعد ما راح الذهب. الذهب راح فجاء النفط ليساعد الدولار علشان يفضل في القمة. أفهم من كده بقى إن البترو دولار هو سبب سيطرة الدولار كله؟ لا، ودي نقطة هنا مهمة علشان ما نبالغش. الدولار ما بقاش قوي بس بسبب النفط، ولكن جاءت قوته من حجم الاقتصاد الأمريكي، عمق أسواقه العالمية، قوة مؤسساته، والثقة فيه مقارنة بأي بديل تاني. بس النفط بقى أعطاه دعم استراتيجي ضخم جدا، لأنه ربط أهم سلعة في العالم بأهم عملة في العالم. البترو دولار هو مش كل الحكاية، ولكنه واحد من أهم فصولها. زي ما يكون كده الدولار هو بطل الفيلم، والنفط هو الموسيقى التصويرية اللي رفعت من حضوره. طب ليه بقى المصطلح ده لسه عايش لغاية دلوقتي؟ لأن الناس لما بتحب تفسر النفوذ الأمريكي بتدور على كلمة واحدة تلخص فيها الدنيا، والبترو دولار كلمة مغرية جدا، فيها نفط وفيها سياسة وفيها أمريكا والخليج والبنوك والدولار. ولكن الحقيقة المصطلح عاش لأنه بيشرح حاجة حقيقية فعلا، فوائد النفط بالدولار وإزاي دارت في الاقتصاد العالمي، وفي نفس الوقت اتضخم لأنه تحمل فوقه أساطير، كل حاجة سرية وكل حاجة مؤامرة وكل حاجة تم الاتفاق عليها في غرفة مغلقة. بينما الوثائق المتاحة بتقول إن القصة هي شبكة مصالح وترتيبات، مش نص قصير غير العالم. وفي النهاية البترو دولار مش لغز غامض ومش كلمة سحرية، هو حكاية عن إنه إزاي النفط والدولار بقوا متشابكين لدرجة إن أمريكا قوت مكانتها المالية، والدول النفطية لعبت دور أكبر من مجرد بيع الخام. المعنى الاقتصادي عند صندوق النقد واضح جدا، إيرادات نفطية بالدولار بترجع للعالم عبر الاستيراد والاستثمار. والمعنى السياسي الأوسع بيقول السبعينات شهدت لحظة اتربطت فيها الطاقة بالأمن والمال الأمريكي بشكل أعمق. يعني لو حد سألك إيه هو البترو دولار، الجواب الذكي هيكون مش عملة ومش خرافة ومش ورقة واحدة، هو نظام نفوذ اتبنى من تجارة النفط بالدولار ومن رجوع الفوائد للنظام المالي الأمريكي، لحد ما المصطلح بقى اختصار لحكاية أكبر من نفسه. وفي النهاية لو عجبتك الحلقة ما تبخلوش علينا بلايك وشير للحلقة، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. أهلا بكم في حكاوي الرغايين.